ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى معايا شامبو بلسم من تريزمي، ريفيو مميز جدا، اتمنى ان انتوا تستفادوا منه. شامبو تريزمي من احسن انواع الشامبوهات اللي انا استخدمتها في الفترة الاخيرة، وده العبوة الحمراء ديت هي نعومة وانسيابية الكرياتين، اما العبوة التانية هي ترطيب للشعر الكيرلي. ودول النوعين اللي انا جربتهم، وفي منهم حجمين زي ما انتوا شايفين، في حجم كبير اللي هو 600 ملي وحجم اصغر شوية اللي هو 400 ملي. فانتي بقى هتختاري الحجم اللي يناسبك على حسب استهلاكك، واكيد كمان ان السعر بيختلف ما بين الحجم الكبير والحجم الصغير. اول نوع هكلمكم عنه بقى وهو نعومة وانسيابية الكرياتين. طبعا هو فيه سلفات منخفض زي ما مكتوب على العبوة، وده كويس جدا في الشامبو اللي انت هتستخدميه. كمان ان هو بيتحكم في التطاير لمدة 72 ساعة، يعني شعرك بيتحكم في الهيشان بتاعه لمدة 72 ساعة. وزي ما انتوا شايفين دي العبوة الكبيرة اللي هي 600 ملي، يعني حجمها كبير وبتقعد معاكي مدة أطول. شامبو تريزمي بيحتوي على زيت الأرجان وبروتين الكرياتين ونسبة قليلة جدا من السلفات. طبعا السلفات دي هي مادة مضرة جدا للشعر، بس هي المادة اللي بتدي للشامبو رغوة كده علشان تنظف فروة الشعر وتمنع تشابكه. فطبعا لو ما كانتش موجودة خالص في الشامبو ده بيبقى أحسن، لكن هي هنا موجودة بنسبة قليلة جدا، يعني ما بتضرش الشعر قوي، بس علشان تنظف الشعر كويس وفروة الراس وتمنع التشابك، وكمان بتقلل من الهيشان والتقصيف. الشامبو دوت مناسب للشعر المعالج بالكرياتين او البروتين، وكمان للشعر المسبوغ. ولو شعرك مش صبغاه او معالجاه باي بروتين او كرياتين، برضو الشامبو دوت حلو جدا، لان هو فيه نسبة من بروتين الكرياتين اللي بتخلي الشعر كده ناعم ولطيف وانسيابي. وطريقة استخدامه سهلة جدا، بتاخدي كمية مناسبة من الشامبو على ايدك وبتدلكي فروة راسك والجذور والشعر. طبعا الشعر يكون مبلل لمدة 2 أو 3 في الاسبوع، وده هيديكي نتيجة حلوة جدا لشعرك، وهتحسي ان شعرك بقى ناعم كده وانسيابي وجميل. وعلشان يكمل الإفكت بتاع الشامبو لازم تستخدمي بعده البلسم، وبرده البلسم يكون من نفس النوع وهو نعومة وانسيابية الكرياتين. والبلسم موجود فيه نفس المكونات زيت الأرجان وبروتين الكرياتين اللي بيتحكم في التطاير لمدة 72 ساعة. فعلشان النتيجة تبقى حلوة معاكي لازم بعد الشامبو تستخدمي البلسم. وزي ما انتوا شايفين هو برضو حجمه 600 ملي نفس حجم الشامبو. واستخدامه بعد ما نستخدم الشامبو ونغسل الشعر كويس جدا ونشطفه بالمية، بناخد كمية مناسبة من البلسم في ايدينا وبندلك ايدينا ببعض، وندلك الاطراف بتاعة الشعر لحد ما نوصل لنص الشعر، وبعد كده اللي باقي في ايدينا بندلك فيه الشعر اللي فوق لحد ما نوصل للجذور، ونسيبه بقى على الشعر من 2 ل3، وبعد كده بنشطفه كويس جدا. ونفس الطريقة بقى اعمليها كل ما تغسلي شعرك. بجد البلسم ده حلو جدا وبيطري الشعر جدا جدا. هو عموما يعني المجموعة دي بجد حلوة، من احسن المجموعات او الانواع في تريزمي. بجد الشامبو والبلسم ده اللي هو نعومة وانسيابية الكرياتين، لو صبغة شعرك، لو معالجاه ببروتين او كرياتين، او حتى لو شعرك ما فيهوش اي صبغة او بروتين او كرياتين، نسبة الكرياتين اللي فيهم بتخلي الشعر ناعم كده وطري معاكي. فجربيه بجد هيفرق كتير قوي في شعرك. تاني نوع انا استخدمته وهو ترطيب الشعر الكيرلي. النوع ده بزبدة الشيا والكركديه. طبعا انا جبت منه الحجم الاقل اللي هو 400 ملي علشان اجربه، لان دي كانت اول مرة استخدمه. ومكتوب عليه ان هو بيرطب الشعر الكيرلي بزبدة الشيا والكركديه. وطبعا التركيبة دي بتنظف الشعر وبتغذيه، وكمان بتقلل من الهيشان بتاعة الشعر وبتخلي الشعر كده ناعم وانسيابي. كمان هو فيه سلفات منخفض نفس النوع الاولاني اللي هو انسيابية الكرياتين، برضو السلفات فيه كان منخفض. فده المميز في شامبو تريزمي، ان السلفات فيه نسبته منخفضة جدا، يعني مش مضر قوي للشعر. والمميز في النوع ده ان هو خالي من البرابين والملونات. وده بقى البلسم بتاعه برضو بنفس المكونات اللي هي زبدة الشيا والكركديه، وبرضو بيرطب الشعر الكيرلي. وعلشان طبعا نبقى الافكت بتاع الشامبو كويس لازم برضو نستخدم البلسم يبقى من نفس النوع.
يعني نستخدم المجموعة كلها على بعضها علشان يبان تأثيرها على شعرنا يبقى واضح. وكمان كل نوع شعر بيبقى محتاج بلسم وشامبو مختلف. فالمجموعة دي هتبقى حلوة قوي معاكي لو انت عايزة تبرزي الكيرلي في شعرك وتقللي الهيشان بتاعه. اما بقى لو عايزة شعرك نعومة اكتر استخدمي المجموعة الاولانية اللي بالكرياتين. فانت بقى على حسب اللي انت حباه هتختاري المجموعة اللي تعجبك. اما بقى لو اتكلمنا على بلسم ترطيب الشعر الكيرلي، هو برضو بنفس المكونات اللي هي زبدة الشيا والكركديه، وبرضو خالي من البارابين والملونات. اما بقى بالنسبة لطريقة استخدامه فهو هنستخدمه بنفس الطريقة اللي انا وضحتها في النوع الاولاني من البلسم اللي هو نعومة الكرياتين. وكده اكون قلت لكم كل حاجة عن النوعين اللي انا جربتهم من شامبو وبلسم تريزمي. وعلشان نعرف اكتر عن بقية الانواع، وكمان علشان نعرف ايه الاسعار والفرق ما بين الحجم الكبير اللي هو 600 ملي وسعر كمان الحجم الاصغر اللي هو 400 ملي، خدتكم في جولة على البارتيشن بتاع تريزمي. يلا بينا. وبعد ما خلصنا الجولة بتاعتنا، لو ريفيو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما نزلها. وبس كده، باي باي.